بسم الله الرحمن الرحيم. عايزين نتكلم مع بعضينا كده، ويا ريت كل واحد فينا محترم بيخاف على دينه، بيخاف على دينه أولا، وبيخاف على بلده، وبيخاف على عياله، وبيخاف على نفسه، وإنه يقول كلمة حق، وإنه يفتح مخه معانا ويصحى. أولا، مفيش حد بيعمل مظاهرات بالطريقة الهمجية دي مش اسمها مظاهرات، دي اسمها بلطجة وغل وحقد وكراهية وضغينة. الناس أصحاب المصالح كلهم باختلاف أنواعهم اتلموا مع بعض ومولوهم النصارى علشان يدمروا البلد ويدمروا المسلمين. دمروا بناتنا ومشوهم في الرذيلة، ضيعوا حريمنا وفوتوا مخهم، وفي النهاية نلاقي شوية بلطجة وشوية همج وشوية قلة أدب نازلين ميدان التحرير يكسروا ويضربوا. الإعلام المضل اللي ما لا يضل ويكذب وينافق، صحفيين وإعلاميين ومحامين وقضاة. أنا أول مرة أشوف قاضي يعمل تمرد، أول مرة أشوف قاضي يتدخل في السياسة. يا دكتور مرسي، انت واللواء عبد الفتاح السيسي، احنا بنثق فيكم الى ابعد ما يكون. يا ريت الناس دي نستعمل معاها اقصى قوة، يا ريت الناس دي نستعمل معاها اقصى قوة. ما ينفعش الطبطبة على ناس قليلة ادب، ما ينفعش الطبطبة على ناس همج، ما ينفعش الطبطبة على ناس واخدين 500 جنيه و1000 جنيه. النهاردة في اسكندرية امبارح كانت الليلة بيدفعوا 1000 جنيه للواحد علشان يطلع ويكسر ويخرب، و500 جنيه اللي يطلع كده، و200 جنيه للبنت. فيعني ده كلام ما ينفعش. ما فيش واحد من الناس دي يصلح البلد ويدفع من جيبه مليارات. يعني واحد يدفع له 10 مليون جنيه علشان يجيب له 1000 واحد، اعتقد ان دي مش معقولة، فمش ممكن. يعني كده حرام 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 حرام. ثم ان المجموعة دي لا تمثل الشعب. المجموعة دي لو ضربناها في 10 هتبقى مش هتجيب 20%، 20 مليون. احنا 51 مليون رأي، يعني دول لا يمثلوا 40% مننا، لا يمثلوا. ده إذا دخلت فيهم نسبة النصارى كلهم. فبلاش يا دكتور مرسي انت واللواء عبد الفتاح السيسي تتبعوا اسلوب الادب والمبادئ والخلق مع الناس دي. نمرة واحد، نلم كل القضاة اللي بيحاولوا ان هم يبوظوا البلد ويخربوا البلد ويسخنوا الناس. 2، نلم كل الاعلاميين اللي بيسخنوا البلد ويخربوا الناس. 3، نلم كل المحامين اللي بيسخنوا البلد ويخربوا البلد. نمرة 4، نعدل كل المصالح الحكومية وعلى الشعب كل واحد محترم وكل واحد كويس مؤدب عنده حق وصاحب حق وعايز يعيش راجل. لما تلاقي اي مصلحة حكومية مهما كان في عرقلة، ما تطلعش وتسب للدكتور مرسي وتقول حكومة الدكتور مرسي، كده تبقى انت عبيط واهبل. تطلع تجيب ناس وتكسر المصلحة وتولعها بالموظفين اللي فيها، هو ده الصح. لكن بعد كده ما ينفعش. النهاردة في خلال المظاهرات وفي قلة الأدب، الموظفين اللي في الحكومة خانقين الناس، مفتشين التموين منزلين الرغيف ما يسويش 5 ساعات، يعني مخسرين الدولة النهاردة 80 مليون جنيه. العيش النهاردة ما حدش يقبله، وقليل، وما حدش يقبله خالص. كل الأمور اللي بتحصل دي أمور خانقة للناس وكتر خير الناس، وعمالين يضغطوا على الناس عشان الناس تقول الدكتور مرسي. فشوية الهمج والبلطجية والصيع اللي طالعين في ميدان التحرير، مفيش راجل همجي في بيته محترم ولا بيته محترم. مفيش راجل بلطجي في بيته راجل. الراجل اللي بلطجي في بيته بياخد على قفاه، والراجل الهمجي كل بيته وسخ. فرجائي وما تزعلوش من اسلوبي اللي بتكلم بيه، اي واحد يحاول ان هو يعمل بلبلة في البلد ويهز البلد ويدمر البلد ويكسر الناس ويضرب الناس ويذبح الناس ويموت في الناس، ده يبقى انسان همجي ابن كلب. ما ينفعش معاه الحرية وما ينفعش معاه الطبطبة. يا دكتور مرسي انت واللواء عبد الفتاح السيسي، انا بقول لكم وبترجاكم وبقول لكم ان الناس دي مش هتسكت. الناس دي بلطجية وهمج. الناس دي كل ما نطبطب عليها تزيد. الناس دي لازم تتلم.
يا دكتور مرسي، لو انت مش قادر تلم الناس دي ولا الاخوان والسلفيين، ارجعوا واحنا نقدر نلمهم. الشعب يلمهم، احنا عندنا استعداد نلمهم، ندبحهم كلهم ونخلي فعلا ميدان الشهداء ميدان التحرير. فرجائي قبل ما تحصل مجزرة وقبل ما النصارى يضحكوا علينا ويقولوا احنا وصلنا للهدف بتاعنا وهم اللي بيمولوا، يا ريت تحكم الامور وتلم الناس دي. جورج اسحاق عمال يوزع فلوس للناس البلطجية، نجيب ساويرس بيوزع فلوس للناس البلطجية. الناس دي مش بتوزع بايديها، الناس دي بقى تابعين ليها. لغاية النهاردة مخنوق في السجن بيدي اوامر للبلطجية. فهذه الامور في غاية الخطورة على الناس وعلى الشعب وعلى الدولة. اساءوا لمصر، اساءوا لمصر، اساءوا لمصر. لازم نتلموا. النهاردة محمود سعد امبارح جات لنا اخبار بان هو بيجمع الناس الحشاشة اللي زيه وبيحاول يطلعها. جات لنا اخبار ما زال لغاية النهاردة اليوم السبت ما زال حمدين صباحي التابعين ليه بيوزعوا فلوس لجمع اكبر ناس. حاولوا يخنقوا في الناس النهاردة بكل المقاييس، في العيش وفي المواصلات وفي السولر وفي كل حاجة بيخنقوا النهاردة. حتى في المصالح الحكومية معطلين الشغل. الضرايب عايزة تتنظف من الزبالة اللي فيها. كل المصالح الحكومية عايزة تتنظف من الزبالة اللي فيها. فعلى الشعب إن ما كانش يمد إيده مع رئيس الجمهورية ومع اللواء عبد الفتاح السيسي مش هنعرف نمشي البلد. رجاء يا دكتور مرسي، اللواء عبد الفتاح السيسي من الناس الأمينة على البلد ومن الناس المحترمة جدا، من الناس اللي شخصيتها قوية. مش عايزين حد يقعد يسخن فيهم. عمالين يحاولوا ان هم يضموهم. احنا عندنا صور للنصارى وهي بتضرب في الجيش وهي بتضرب في الشرطة، وانا واثق كل الثقة وبقى اكررها تاني وهيجي اليوم. بس طبعا مش هكون عايش لان خلاص الواحد كبر. النصارى هم اللي ضربوا ال16 واحد يا دكتور مرسي، وفي ناس في البلد عارفة ومعاها أدلة وبراهين. وأنا والله لو معايا أدلة وبراهين لطلعتها وخربت الدنيا. بس للأسف أنا ما معايش لا دليل ولا برهان. ولكن أنا عندي يقين وشك يقين وشك أكتر من 60 و70%، لأن هم كل واحد فيهم في الشارع بيغل من الجيش وبيحقد على الجيش. الناس دي سوسة في البلد، الناس دي خربت البلد. كفاياكوا بقى، كفاياكوا. وبعدين شوية الزبالة ولاد الكلب اللي بيجوا في التلفزيون ويقعدوا يقولوا الشعب قال والشعب قال. يا ولاد الكلب يا ولاد الجزم، بلاش فيكوا واحد يتكلم عن الشعب. كل كلب يتكلم عن نفسه وعن الطبقة الوسخة بتاعته. وانا بقولها اذا كان لواء ولا مستشار ولا قاضي ولا مهندس ولا زبال ولا عالي ولا وزير ولا رئيس، اي كلب يقف في التلفزيون ما يتكلمش غير عن نفسه وعن المجموعة بتاعته بس. لكن يكون ان واحد خنزير ولا زنديق ولا فاسد يقف ويقول الشعب والشعب والشعب، الشعب لا يمثل ولا يجيله الفرق. يعني ما يحبش الشعب ان كلب زي الكلاب دي تتكلم عنه. وبعدين الناس اللي في ميدان التحرير دول شوية حسالة وشوية زبالة وشوية عبيد، حريمهم بيتركبوا وهم عبيد. فيا ريت يا ريت علشان ما نقلش ادبنا اكتر من كده. انا فاض بيا، الناس بتزعل مني من اسلوبي، لكن ما ينفعش يا جماعة الادب مع اولاد الكلب. قليل الادب لازم تستعمل له الجزمة. لما تقف واحدة فاسقة في التلفزيون وترفع الجزمة، شوية بنات ساقطات وحريم ساقطات لا ليهم اهل يلموهم ولا ليهم رجالة، ويرفعوا الجزمة في التلفزيون علشان رئيس الجمهورية، دي تبقى قلة أدب ووقاحة ووساخة وسفالة، وتدل على بيئة وضيعة بنت كلب. مفيش واحدة محترمة حتى لو مش راضي على الدكتور مرسي إنها تعمل الحركة دي. ما شفناش في حياتنا قاضي بيتكلم في السياسة. ما شفناش في حياتنا قاضي يقول إن أنا طالع في حركة تمرد. يعني إحنا بنشوف حاجات في قمة الغرابة. ده دليل على البيئات الوضيعة والبيئات الوسخة. فكفاية علشان الناس دي أساءت لمصر وأساءت لينا وضيعتنا، وعايزة ترجع عصر حسني مبارك تاني. كلاب حسني مبارك بتهوهو في الشوارع يا جماعة، عايزين نقضي عليها. يا ريت تساعدونا يا شعب يا محترم، يا ريت تساعدونا. فاض بينا. الناس الغلابة خلاص بتموت، الناس الغلابة مش عارفة حاجة. الناس النهاردة أنا قابلت ناس في الشارع بيقولوا
ان احنا بنقول الدكتور مرسي ارضاء للناس علشان يجدوا لنا المصالح. يعني دي وصلت بيهم. واحدة بتقول لي يا عم انا لو قلت غير كده ما بيقدروش مصلحة. ده انا في مرة رحت التأمينات اقبض المعاش بتاعي، ولما قلت لهم مال الدكتور مرسي رجعوني في الصف ورا. ولما قلت يخرب بيت الدكتور مرسي بصيت لقيت واحد نادى عليا وقال لي تعالى امضي وخدي. فقلة الادب والوساخة والقذارة موجودة في المصالح الحكومية. زبالة المجتمع اللي لما حسني مبارك هي لسه بترعى وبتاكل في دمنا وتمص في دمنا. حرام عليكم، وحرام على كل واحد نايم في البيت قادر يجيب رغيف العيش. في ناس بتعمل جمعية يا جماعة علشان تجيب فرخة. حرام عليكم. في ناس بتشتري رجول الفراخ تاكلها. في ناس بتشترك مع علشان تجيب بطيخة. يعني كده حرام. وكله من الكلاب ولاد الكلاب اللي عمالين يرعوا في الشوارع. صرفوا 3 مليار جنيه على البلطجية علشان يخربوا ويكسروا ويموتوا. والإعلام المضل اللي أنا مش عارف الدكتور مرسي سايبه ليه. يا دكتور مرسي هات الجماعة دول وحطهم في ميدان التحرير وبقنبلة اعدمهم. الناس دي أساس الفوضى في البلد. الناس دي ويا ريت وبكرر كلب من الكلاب يطلع في التلفزيون ويقول الشعب بيقول، يبقى كذاب ابن كلب يتكلم عن نفسه بس، لأن كلها خنازير. يا ريت نصحى ونفوق. يا ريت ضيعونا ودمرونا. مفيش مظاهرات بتخريب وضرب مسلم لمسلم. انتوا مش مسلمين ولا وصلتوا للكفرة.